الزكاة ركن من أركان الإسلام العظام. الزكاة قرينة الصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام العظام. والزكاة أيها الإخوة أوجبها الإسلام، فهي واجبة من واجبات الشريعة وركن من أركانها. اعلم يا أخي أن إخراج زكاة المال باب من أبواب الجنة، إخراج الزكاة باب من أبواب الخير، فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم. من أخرج زكاة ماله غفر الله له ذنوبه وكان من أهل جنته. إخراج الزكاة سبب في حفظ المال، سبب في بركة المال، سبب في حفظ الأبدان. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا وعد الله. وما أنفقتم من شيء إن أخرجتم الزكاة يأتي الخلف من الله ويخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله أكبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، لا إله إلا الله، يحفظ الله بدنك، يحفظ الله قلبك، يحفظ الله دينك، يحفظ الله أسرتك إن أخرجت الزكاة وأديتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. إذا أخرجت زكاة مالك هداك الله، كنت من المهتدين. يا أخي إن أخرجت زكاة مالك رحمك الله، ترحم في الدنيا وترحم في الآخرة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذا أخرجت زكاة مالك كنت يوم القيامة من الآمنين لا من الخائفين. إن أخرجت زكاة مالك نجاك الله من النار. إن منع الزكاة من الذنوب الجسيمة والموبقات العظيمة، فقد أعد الله الويل يعني العذاب لمن يمنع زكاة ماله. والله يقول في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأعظم البخل أن تمنع الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عليك في مالك، في ذهبه، في فضته، فيما أوجب الله عليك. وهذا المال الذي كنت مدخرا له مفتخرا به في الدنيا ينقلب عليك عذابا يوم القيامة. تعذب بالمال الذي كان عندك وما أخرجت فيه الزكاة، ينقلب عذابا عليك يوم القيامة. إن منع الزكاة هو أمر خطير، فمن منع زكاة ماله إنه يعاقب في الدنيا والآخرة. تأمل وتدبر وقف معي. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. فمنع الزكاة حرب لله، منع لنزول الرحمة من السماء، سبب في عدم رحمة الله للعباد، سبب في عدم رحمة الله للعباد.